ضيفتي يعني احتاريت كيف أقدمها، فنانة كبيرة جدا، اسم مثير جدا من مصر، أم الدنيا. حياك الله ست رانيا يوسف. مساء النور، منورني. على راسي على راسي على راسي على راسي. ما عندك أصدقاء عراقيين؟ ده انا صاحبتي الانتيم 20 سنه مصريه عراقيه. حلو حلو قوي. عمرها ما كلمتني عراقي. لا حول ولا قوة إلا بالله. هاي مو يبقى خوش. المشكله في صاحبتي. مشكلة لا لازم والله اغير مو بيك. صاحبتي. في مهرجان القاهرة الأخير بصراحة، تكلم بصراحة. ايوه اتكلم شفنا لك بصراحه. بفستان أبيض جميل، ولكن مؤخرتك بارزة جدا ايه ده يا شريف ده؟ اصل خلع درسي. هي للجمهور. مؤخرتي انا بس، مؤخره الفنانات كلهم تقريبا. انت مكبر الموضوع ليه؟ هي مشكلتي انا بس، دي مشكله كل الشباب. مو اليوم أنت بس أنا يمي مو يمكن من الفنانات. مؤخرتي مميزه، يمكن عشان كده. عندهم طيبة قلب، والله شعراية حقد شايلين بقلوب. يعني كانت بارزة ووصلت للجمهور. شفتي نفسك أنت أمام المرآة قبل لا تطلعي المهرجان؟ طبعا، ولقيتها حلوه. عيب والله عيب، والله عيب يا زي. إذا عندك حاجة حلوة لازم يعني تخبيها ولا تظهرها؟ لما يبقى عندك حاجه حلوه ليه ما تظهرها؟ طب ما توريني حاجه. ماشي اوريك. انا من رايي لو عندي حاجه حلوه، واما بنعمه ربك فحدث. يا سلام على التقوى. مو اكو شغلات حلوة من تتخبى تكون أجمل. عضلتي تعال شوف العضله ليه ما تطمن. سيبها توريني العضله. ليه هتستفاد ايه في عيد ميلاد؟ ما تسيبها تعال شوف العضل. اتغيرتي قوي قوي. انت لو ليك اخت ترضى حد يشوف عضلتها؟ وجهه نظري انا احب لما يبقى عندي حاجه حلوه اوريها للناس كلها. شايلين صدر كبير وحنون، اكو مثله. نظرتك أنت تقولين إنه حاجة حلوة أظهرها للناس. تمام. زين المنتقدين وانا مالي، اللي مش عاجبه ما يتابعنيش. والله الست دي بتتكلم كلام زي الفل. شنو أكثر شيء راني يوسف تحبه بالرجل؟ هو سؤال صعباني شوية لكن هجاوب حضرتك برضو. الاحترام، انه يحترم شخصيتي، يحترم عقلي، يحترم شغلي، يحترم حياتي. ده أنا هحترمك احترام محدش احترمه لحد قبل كده. إحنا هنفضل نحترم في بعض لغاية الصبح. ايه مش مهم بالنسبه لي شكل الراجل، ايه المهم سلوكه، اتيتيودو، اخلاقه، ازاي بيتفاهم معايا، ازاي يفهمني من غير ما اتكلم، ازاي ازاي انا ما بقولكش ازاي تتشل. يا أغنية عراقية ولا يا مطرب عراقي مرة تسمعين أغاني؟ كاظم الساهر طبعا. غير كاظم. نور الزين. لا. شوف الواد ابن الكلب بيقول ايه؟ احنا جامدين قوي. الشيف نبيل ما وصلت أغاني؟ لا. تفتكر لنا حاجة عايزة يا مرجان، بلاش تفصلنا على الصبح. محمود التركي. لا. الطفلة اللي في داخلك لا زالت على قيد الحياة؟ يا نهار ابيض، طبعا ده انا ما عنديش غير طفله داخلي. شوفينا فتشي من الطفلة حركة أغنية. في الحقيقه سؤال ملح جدا وملح عليا انا شخصيا. أنت من تدرسين الشخصية يعطوك إنه أنت حتمثلين شخصية كذا، الأدوار كذا. لو أثناء الشخصية في مشهد القبلة بالعراق يعني البوس، كيف تأدين انا ما بعملش بوس الا لو كان في سياق الدراما. الكواليس؟ شنو مثل تقولين كيف راح يكون القبلات بيني وبين الممثل، ابوسه من شفه الفوق ولا شفه التحت؟ بابا الطابق الثاني اذا تصعد له ايدك اكسرها. اثناء المشهد غاده عبد الرازق قالت من عملت مشهد مع هاني سلامه تحديدا اللي انت مثلتي مع هذا المشهد، قالت صارت عندي مشاعر اثناء البوس. يمكن غدا محترفه اكتر مني. بالبوس؟ لا مش في البوس. يقبلوا علي. لو كان غير هاني سلامه بوسينه ترضين مثل مع المشهد؟ انا بمثل مع اي ممثل. ايه يا شيخ؟ ايه يا شيخ؟ ايه بقى يا شيخ؟ انت لازم تيجي معايا مره تشوف المشهد بيتصور ازاي وانت هتعرف. طب خدوني معاكم، خدوني معاكم. اكبر خساره تتوقعين بالنسبه للانسان شنو تكون؟ اليوم اللي بيعدي ما بتعوضهوش. خساره الثقه، الثقه لما بتروح ما بترجعش. الله. اللي ما يحسش بيك من الاول يبقى ما يحسك، ما بيحبكش. الله. بس كام اتشلبت؟ شبيك؟ لو كان بيدك القرار تتخذينه بحق الرجل المتحرش،
يا قراءة التقدير بحقه. الإخصاء. شنو؟ الإخصاء. الإخصاء بمعنى وضحي يعني هو يعني لما بيبقوا في مش واخد بالك؟ تلاقيهم بقى يعني بيبقوا كده يعني يتم بتر هذا العضو.